السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنغير شويه في طريقه البانيه. هنعمله طريقه جديده وسريعه، مش هتبطلي تعمليها، وفي ربع ساعه بتكون جاهزه معاكي. وهنعمله مع بعض الرز المبهر، بس بالرز المصري. بس لو اول مره تشوفيني، انا مروه. اتمنى تدعميني بلايك واشتراك في قناتي، قناه مطبخ مروه، عشان يجيلك كل جديد. طبعا احنا زهقنا جدا من الطرق التقليديه بتاعه البانيه. يلا بينا نغير شويه، والطريقه دي هتعجبك جدا. نعمله الرز الأول مع بعض. عندي هنا قرفة وكاري وكركم، وعندي ليمون مجفف، وعندي 2 حبهان، فصين حبهان، و4 فصوص قرنفل أو مسمار للناس اللي بتقول عليه كده، وعندي ورق لوري، وعندي قرفة خشب. المفروض كمان يكون عندي بهارات كبسة، بس ساعتها ما كانش عندي، بتفرق في الطعم. هنزل بسمنة هنا، وهنزل أشوح البهارات مع بعض. أول ما ريحتها